والله يا ملائكة الرحمن يا الأطباء، كل احنا مصطفى المؤمري يا شعب اليمن. الرجال وقف مع الشعب اليمني بالكامل وتكلم بلسان الشعب، ولازم ان احنا نوقف معه. ابنه بعمر 3 سنوات وفي حالة يرثى لها ولم تقبلها اي مستشفى. شاهدوا كمية القهر اللي في الرجال. لا يجيش يوجعني في ابني. شوفوا حالة مصطفى، لا يقهرنش في ابني. كون افهموا ابني خرجوه من المستشفيات، خرجوه من اكثر من مستشفى لانه ابني، ذنبه انه ابني. انا في وجع لا يعلم به الا الله، في قهر لا يعلم به الا الله، ولكن ماشي اقول الله حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خرجوا ابنه من غرفة العمليات وهو عمره 3 سنوات وحالته يرثى لها. ليش؟ لأنه طلع انتقدهم في فيديو انه الطب فاشل، وفعلا الطب فاشل. كم من حالة يدخل وهو سليم يخرج حالة ثم حالة ولا قد ودع الحياة. لازم نحن نوقف يا حضرة الدكاترة يا ملائكة الرحمن. إذا هذا الرجال ضايقكم ارفعوا عليه قضية في المحكمة. الطفل ما لش أي علاقة، الطفل عادوا مصحف اتقوا الله. قل احنا مصطفى المؤمري ولازم نحن نوقف جنب مصطفى المؤمري حتى يتعالج ابنه ويقوم بصحة وعافية وسلامة.